عليكم ورحمة الله. في فاجعة مؤلمة هزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تم تداول خبر وفاة المؤثرة المحترمة ماجدة المعروفة عند متابعيها بلقب فتاة الغابة رفقة صديقتها نسرين بعد أن حاصرتهما النيران داخل إحدى الغابات بولاية جيجل. الخبر كان صادم بالنسبة للكثير من الناس، خاصة بالنسبة للمتابعين اللي كانوا يعرفوا ماجدة ويتابعوا محتواها ويشوفوا تعلقها بالطبيعة والغابات. وفجأة تحولت أخبار الحرائق والخطر اللي كانت تعيش المنطقة إلى خبر حزين خلى حالة من الصدمة والحزن الكبير وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب ما يتم تداوله فإن ماجدة وصديقتها نسرين وجدتا نفسهما في وضعية خطيرة بعد أن انتشرت النيران وحاصرتهما داخل الغابة في مشهد مؤلم يختصر حجم الخطر اللي تقدر تسبب حرائق الغابات، خاصة كتكون النيران سريعة الانتشار والظروف صعبة. منذ انتشار الخبر بدأت صفحات كثيرة تنشر صور ماجدة وتترحم عليها، كما عبر عدد كبير من المتابعين عن عدم تصديقهم للخبر، خصوصا أن رحيل شابة في مقتبل العمر وبطريقة مأساوية كما هذه يعتبر صدمة كبيرة للعائلة والأصدقاء وكل من كان يعرفها. لقب فتاة الغابة كان مرتبط بماجدة عند جمهورها، واللي كان يشوف فيها شخصية محبة للطبيعة والحياة البسيطة، وهذا الشيء خلى خبر وفاتها يزيد يوجع الناس اللي كانوا متعودين يشوفوها ويشوفوا منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما صديقتها نسرين فقد رحلت هي الأخرى في نفس الفاجعة لتصبح الحادثة مأساة مضاعفة لعائلتي الشابتين وسط دعوات كثيرة بالرحمة والمغفرة والصبر لأهلهما. حرائق الغابات في جيجل وغيرها من المناطق تخلي دائما مخاوف كبيرة، لأنها ما تهددش غير الأشجار والمساحات الخضراء، بل تقدر توصل المناطق السكنية وتحاصر الأشجار وتحاصر الأشخاص كذلك داخل الغابات، خصوصا في الظروف اللي تكون فيها النيران قوية والرياح تساعد على انتشارها بسرعة. اليوم تبقى مشاعر الحزن مسيطرة على مواقع التواصل، والناس كانت تتمنى لعائلتي ماجدة ونسرين القوة والصبر باش يتجاوزوا هذا المصاب الأليم. فقدان شخص عزيز ماشي حاجة سهلة، فكيفاش إذا كان الرحيل مفاجئ بطريقة مأساوية. رحيل ماجدة ونسرين خلى وراء الكثير من الأسئلة والحزن، لكن الأكيد أنه ذكريات اللي خلاتها شابتان عند عائلتهما وأصدقائهما ومتابعيهما راح تبقى حاضرة في قلوب كل من عرفهما. وفي مثل هذه اللحظات ما نملكوش غير الدعاء والترحم، ونطلبوا من ربي سبحانه وتعالى يرحم الفاقدتين برحمته الواسعة ويغفر لهم ويوسع ليهم بقبرها ويرزق عائلتهم الصبر والسلوان، ويكون في عون كل شخص فقد عزيز عليه في هذه الفاجعة. ربي يرحم ماجدة فتاة الغابة وصديقتها نسرين ويسكنهم فسيح جنات ويصبر قلوب عائلاتهم وكل أحبابهم. بما أن الخبر متداول عبر مواقع التواصل، تبقى التفاصيل بحاجة تأكيد من الجهات الرسمية أو مصادر موثوقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.